المرمى. فريقك تلوث مصر عبارة كله على بعضه. اقسم بالله يا جماعه لا في متعه. كانت كافيه كره واحده متعه يا جماعه. ايش بيحرق القلب؟ ايش بيقهر يا اخي؟ يعني لا في رافينها لا في يمال. اليوم توقعنا برشلونه يكون بأسوأ صوره وبتلاقيه طالع الشوط الاول فايز 1-0. يعني يا اخي ما بعرف يعني هذا الدوري ليش هيك كثير مقرف، كثير مقرف، كثير متعب للنفسيه. زي ما جماهير برشلونه بتسولف. طيب تمام، من عام 2000 لحد الان برشلونه ماخذ الدوري الاسباني 12 مره، وزي حاله مين اللي ظابطه معه اكثر؟ لما المدريدي يجي يقول نيجريرا، ولا لما البرشلوني يجي يقول هلا تحكيم وفرانكو اوتيباس؟ يعني لو ريال مدريد فريق تحكيم وانت مكروه. قال شو يا اخوان؟ بيزعلوا لما ترد عليهم وتيجي تحكي عليهم. بيزعلوا جماعة مدريد لما ترد عليهم تعمل ايش؟ ردود افعال عليهم. يعني بعد ما تسمع هذا الكلام غصب عنك بدك ترد عليهم. واحد بيقول لك تعبت نفسيا من هذا الدوري وطلع هذا الدوري حراق. واحد معلم مخليه يسهر كل يوم والثاني حتى يشوف المتعة، وبستنى الدقايق يا اخوان حتى يشوف متعة مين؟ نادي برشلونة. اما بالنسبة لابو الخل الفهمان كرويا واللي عنده متابعين ومشاهدات واضرب واطرح، شوف يا اخوان كيف بيقارن وبقول لك شو برشلونة باخر 20 سنة ماخذ مش عارف قديش دوري، وريال مدريد قديش ماخذ دوري. شو دخل هاي بهاي؟ بقول لك عن شو؟ عن التحكيم. بيحاول يبرئ ريال مدريد من التحكيم وملف التحكيم. نظريته انه ايش؟ لو ريال مدريد محقق القاب اكثر فبتنطبق عليه كلمة هلا تحكيم، بس لانه برشلونة محقق بطولات محلية اكثر فلازم نقول له نيجريرا. فهمان على هيك ريال مدريد اللي حقق 6 ابطال في ايام جدك معانا حق لما نيجي نقول عنه تحكيم وسرق اخذ 6 القاب دوري ابطال. بس يا اخوان اعذروهم، راح اظل جالدهم وراح اظل انزل عليهم فيديوهات، واللي مش عاجبه يعمل صفحته برايفت. اول شيء فهموا كرة قدم وبعدين اطلعوا وقولوا عن نفسكم مشاهير.